اللي لازم نخلي بالنا من دلوقتي ان جنوب افريقيا فيها زي سان بيشوطوا. داونز. اه خد بيشوطوا. بالك عشان ناوي. في اصلا المدافع اللي هو ناحيه شمال ده اول ما بيعدي نص الملعب بيشوط. بيشوط اه فلازم نخلي بالنا. ومكوينه وكله، واي فاول بيرزعه. يعني جنوب افريقيا كسبوا انا النهارده خايف. النسخه اللي، ما طبعا انا لازم خايف نخاف. قوي، خايف قوي. ما طبعا لازم نخاف. خايف قوي، خايف بجد يعني. خايف قوي. وخايف يجي فينا الجون اللي احنا بنحذر منه، يعني هتبقى يعني مش عارف. يعني ربنا يستر ويجعل كلامنا خفيف على شنو. شنو النهارده كان مهزوز شويه الحقيقه، برضه الجون يمكن ملوش علاقه بيه قوي طبعا. هي الكرة تحس يعني ممكن الناس تحس ان ممكن يبقى ليه علاقة بيها، بس هي الكرة كانت بعيدة قوي، يعني بعيدة رايحة في اخر الزاوية. عادي انها تخش فيه، لكن في كذا كوره بعدها وقعت منه، لحق نفسه. فبس لا، مش يعني المفروض الشناوي بقى عنده احسن من كده بكتير. فده هياخدنا لسؤال، هو كان شناوي ولا المفروض الحارس الثاني اللي يبدا؟ انا عن نفسي لو انا حسام حسن هبدا بالشناوي. ما اقدرش ان انا اتحمل عواقب ان انا اراهن على حارس ثاني، ولو مع اي غلطه هطلع على المسرح مش هنزل تاني صراحه. فهو القرار الامن كان ان هو يبدا بالشناوي وهو اختاره يعني، فانا متفاهم ده جدا. هو عموما الموضوع ده بالنسبة لحسام حسن مش في الشناوي بس، هو في كذا لعيب اللي هو مم. اي يعني في فعلا مجموعة كبيرة من اللعيبة في منتخب مصر، لو حسام حسن قعد حد منهم او حصل اي حاجة هو هيطلع على مصر. مم. زي لو قعد تريزيجيه وخسر اقول له طب انت قعدت تريزيجيه ليه؟ لو قعد مرموش وخسر طب انت قعدت مرموش ليه؟ لو قعد مصطفى محمد وخسر اقول له طب انت ما بداتش ليه مصطفى محمد؟ ما هو عندك. فاحنا عندنا معضله، بس هو خلي في بالك. اسامي كتير ولاعيبه كتير وهو عايز يلعبهم كلهم عشان يبعد عن نفسه او يشيل عن نفسه اللي هو اللي وجع الدماغ دوت. فممكن المنتخب ما يبقاش مستفاد اكتر حاجه يعني. حلاوه حسام حسن بالنسبه لي، ودي اكتر حاجه بحبها فيه كمدرب، ان هو ما بيفرقش معاه الكلام ده. يعني هو لما بدا بالشناوي وانا بقول ان انا لو مكانه هعمل كده، وعلشان اتجنب اي حاجه، مش علشان اخاف من الناس، هو قال عشان كده في المؤتمر. عشان هو ما انا عارف، عشان ده المنطق. انا عندي حارس اساسي في ناديه وفي المنتخب، ومستواه يعني شبه ثابت بقاله سنين طويله، او على الاقل محافظ على مكانه بقاله سنين طويله. فانا لما اجي في بطوله رسميه فجاه كده اقوم بدون مقدمات اقول له اقعد انا هلاعب حارس تاني، سواء الحارس التاني ده كان احمد الشناوي او مصطفى شوبير. لو مصطفى شوبير دي انت كده بتفتح على نفسك ابواب جهنم. اولا ان هو ازاي يبقى الحارس البديل بتاع الشناوي في الاهلي ويلعب في ثانيا ازاي ان هو اساسا رصيد دولي كله ماتشين دوليين وفجاه تلعبه في المنتخب. ثالثا ان هو لا، ده انت بتلعبه علشان تجامل احمد شوبير، فيبقى بتفضل مصلحتك الشخصيه على مصلحه المنتخب. فهو لازم يبقى في دبلوماسيه برضه وانت تاخد قرارك، مع ان مفيش ما يستدعي ان انت اصلا تقعد الشناوي، يعني مش للدرجات دي يعني بالنسبه لي.